بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، إن شاء الله يا رب بخير. طبعا اليوم جينا للمحاضرة الثانية من محاضرات الكيمياء للأستاذ السلمي آه، بالفصل الثالث. طبعا المحاضرة اليوم راح تكون بسيطة وقصيرة. آه، طبعا سويت مخطط أو جهزت في مخطط بسيط سريع، إنه راح أوضح لك شنو اللي راح ناخذه بهاي المحاضرة والمحاضرة الجاية. اتفقنا انه الاتزان الايوني بالمحاضرة السابقة ينقسم الى مواد الكتروليتية وهي المواد الموصلة للكهرباء، المواد غير الالكتروليتية وهي المواد الغير الموصلة للكهرباء. واتفقنا انه هاي تعريف فقط واخذناها الحمد لله، يعني خلينا على اول جزء من الفصل الثالث خلاص، وطبعا هو الجزء البسيط. بينما المواد الالكتروليتية تنقسم الى مواد الكتروليتية قوية، مواد الكتروليتية ضعيفة. اوكي. القوية والضعيفة هي كلها توصل كهرباء، بس هذا يوصل كهرباء قوي وهذا يوصل كهرباء ضعيف. ليش؟ هسه راح نجي نعرف ليش. اكو تعاليل اكو كذا. اوكي، المواد الالكتروليتيه القويه والمواد الالكتروليتيه الضعيفه. المواد الالكتروليتيه القويه تنقسم الى حامض قويه او قواعد ضعيفه. المواد الالكتروليتيه الضعيفه تنقسم حامض قوي ضعيفه وقواعد ضعيفه. اوكي، امشي تنقسم. اوكي. المهم محاضرتنا اليوم راح ناخذ المواد الالكتروليتيه القويه، بس ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ الحوامض القوية فقط، وباكر الحوامض الضعيفة، لأن هو هذا محاضرة وهذا محاضرة، يعني محاضرتين، وهذا أو هذا جزء راح يودع الفصل الثالث بعد ما نشوفه. وانما راح يصير شغلنا واساسنا من اول موضوع او من اهم موضوع حساب الأس الهيدروجين او التحليل المائي لحد الذوبانين، نعتمد على المواد الالكتروليتيه ضعيفه التوصيل الكهربائي. خلاص، هاي راح ناخذ عنها حساب التركيز، نحفظ ايوناتها، حوامضها او قواعدها العفو، وهاي بعد نودعها. ويعني ما بيها فد اسئله وزاريه او فد اسئله مهمه او جاي عليها في شغلات مهمه. اوكي، احتمال تجي فراغات عليها درجتين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بدون اي مقدمات بدون اي سوالف نبلش بالجزء الاول. مثلا قلم الاسود. الجزء الاول واللي هو شو يقول؟ الالكتروليتات القويه، الحوامض القويه. اوكي، الالكتروليتات القويه. بس من رخصتكم ثواني نجي نكمل. عندي الالكتروليتات القويه. ايش راح ناخذ؟ خلينا نرجع للمخطط. راح ناخذ المواد الالكتروليتيه، اخذناها البارحه تعريف، واخذنا المواد غير الالكتروليتيه. هسه نجي المواد الالكتروليتيه القويه. ثواني. المواد الالكتروليتيه القويه شوفوا هذا، وباكر نجي على هذا ان شاء الله. شو يقول لي؟ خلينا نجي نقرا تعريف ونفسخ التفسيخ. يقول لي الالكتروليتات القويه سواء كانت حوامض او قواعد. بسرعه عامه طبعا اكتب على السريع في سبيل انه ما تطول المحاضره والخط يكون واضح من خلال الكلام اللي دا احكيه. الالكتروليتات القويه وهي الالكتروليتات التي تنتج عند ذوبانها في الماء محاليل آلية التوصيل الكهربائي، وذلك بسبب تفككها التام. وين سبب تفككها التام؟ في محاليلها المائية الايون. اوكي، هسه هذا تعريف، وبتعليل هذا التعليل من جايبين التعليل من تعرف هاي الامثله على الالكتروليتات القويه. تعال خلينا نفسخ التعريف. شو يقول لي؟ هسه انا راح اخذ لك فد مثال حامض قوي. الحامض قوي هو شنو؟ هو ماده الكتروليتيه قويه. اوكي، هو حامض الهيدروكلوريك HCl. هذا حامض الهيدروكلوريك HCl، هذا شوفوا هذا العلبه. هذا راح اجي اخليه باناء او محلول. المحلول هو شنو؟ هو المحلول هو جدر. انا قلت لك احكي بسرعه عاميه، او اناء زائد ماء. المحلول، كل محلول بالفصل الثالث هو جدر او اناء زائد ماء. اوكي. راح اجيب هذا الحامض القوي او الماده الالكتروليتيه، الماده الالكتروليتيه القويه، اخليها بالمحلول. المحلول قلنا احنا كل محلول هو جدر زائد ماء. اوكي. جبنا الحامض القوي ال HCl او الهيدروكلوريك، ضفناه للماء. اثناء لما ضفنا هذا المحلول ويا الماء راح يتفاعل، ولما يتفاعل راح يعطيني ايونات موجبه وسالبه. شوف، خلينا نعطيك في الملاحظه. الحامض القوي او القاعده القويه لما يتفكك، ايش وقت يتفكك؟ هو لما تخليه بالمي راح يتفكك. الى شنو يتفكك؟ الى ايونات موجبه وسالبه. اكتب لي هاي الملاحظه في قصاصه. اكتب المواد الالكتروليتيه قويه، اكتب لي حامض قويه، حامض ضع... حامض قويه او قواعد قويه. عنده تفككها في الماء تعطي ايونات موجبه وسالبه، ومن ثم تفنى هذه المواد. اوكي خلي هاي الملاحظه كلش مهمه. خلنا نمسحها. انا من خلال الكلام اكتب لي اياها. ليش؟ لأن كلش مهمه، وانما راح تنقضي خلال محاضرتين. اوكي، انا راح افهمك مسائل محاضرتين، محاضره اليوم الجاي. اوكي، يعني هاي الماده الالكتروليتيه لما نخليها بالمي راح تتفكك، وبعد ما ترجع. هسه مثلا بس قلم. اوكي،
مثل الفصل الثاني اخذنا تفاعلات انعكاسيه وتفاعلات غير انعكاسيه. فالتفاعلات الانعكاسيه انه تروح وترجع تروح وترجع، مثلا ذوبان الماء، مثلا الماء يقدر يصير ثلج حاله صلبه، ويقدر يصير سائل، ويقدر يصير غازي بالتبخير، وهكذا بالتكثيف والرجع، يعني نجيبه منه ورده منه. اوكي. بينما الله يشفيكم الشر، مثلا شخص لو سامح الله توفى، وهذا الموت حق على الكل. شخص توفى، هذا الشخص اللي توفى راح وبعد ما رجع، هذا الشخص اللي توفى راح يعني شوف هو جسم الانسان بطبيعته يتكون من خلايا وانسجه واعضاء والى اخره. هو اجهزه يعني هاي مترابطه من خلال انسجه، ومكون الجسم يقوم يعني كل عضو بالجسم له وظيفته الخاصه، او كل جهاز له وظيفته الخاصه. بس لما يموت بقدره الخالق انه هاي الاعضاء كلها تتحلل من خلال انه انزيمات تفرز من جسيمات الخلايا الماخذين انتم، وتتحلل الخلايا يعني خلال فتره بعد انه يتخلى بالتراب او جو التراب. آه لما يندفن راح تطلع خلايا او مواد، يعني مثل ما اقول جسمه يقوم يتحلل شوي شوي، يعني تجيب برا سنه ما تلقى بس العظام. تسال تقول وين راحت هاي؟ راحت تحللت. شنو رجعت المواد الى الطبيعه، اوكي، الى الطبيعه. يعني جسم الانسان يتحلل مثلا مثلا كذا ماده راحت كذا ماده، يعني شنو الموجوده شنو المواد الموجوده بجسمي راح ترجع الى اصلها للطبيعه. اوكي. هاي المواد. اوكي، بينما هاي شو اسمه المواد الالكتروليتيه القويه كذلك ترجع الى الطبيعه. لما ترجع العفو، ما ترجع شنو ترجع الى الطبيعه، انا شلبت بالطبيعه. المحاليل الالكتروليتيه القويه راح لما نخليها بالمي راح تتفكك وتعطينا ايونات موجبه وسالبه، بعد ما ترجع اتش سي ار، راح تعطينا ايون موجب وايون سالب. هاي فقط انه انا ذني يرجع لي الماده الاصليه مستحيل، هذا مستحيل. فالمحاليل المواد الالكتروليتيه لما نخليها بالماء تعطينا ايون موجب وسالب، وهاي فقط تفنى الماده بعد ما ترجع مثل ما كانت. اوكي، لا بعدين انا مثلا اقدر ادمنشن وتعطيني الماده الاصليه. اوكي، بس انا جاي احكي لك فد جاي احكي لك على الموضوع ده. اوكي. يعني الماده الالكتروليتيه تنطي اللي عندها وتروح. هاي مثلا هنا انا كاتب لك. اوكي. هسه خلينا نرجع، انا شوي هواي حكيت وبس خلينا نرجع نوضح التعريف اكثر. يقول لي وهي الالكتروليتات التي تنتج عند ذوبانها في المواد المحليه عاليه التوصيل. هاي الماده الالكتروليتيه لما اذوبها بالماء راح تعطيني محلول عالي توصيل كهرباء. زين ليش هاي المواد الالكتروليتيه شوف بينما الالكتروليتات الضعيفه لما اذوبها بالماء تنتج محلول واطئ التوصيل الكهرباء او ضعيف التوصيل الكهرباء. ليش؟ شوف هنا بالقوي بسبب تفككها التام في الماء او في محاليلها المائيه. شوف مثل ما قلت لك هاي الماده الالكتروليتي راح تتفكك الايونات موجبه وسالبه، وهاي خلاص يعني ايش قد عندها هاي الماده. هذا تركيزه 10 اتش سي ار تركيزه 10 راح ينطيني اتش موجب 5 واتش سالب 5، وهاي خلاص بعد ما ترجع الماده الاصليه. يعني انطى اللي كل شيء يملكه الملي الايونات الموجبه والسالب، هو راح يفنى ما ترجع الماده الاصليه. ليش؟ لان تفككت. فبالتالي هاي الايونات الموجبه والسالبه هي تساعد في توصيل الكهرباء، لان احنا اتفقنا بالمحاضره انه التيار الكهرباء هو عباره عن شحنه، والايونات الموجبه والسالبه هي تساعد في توصيل الكهرباء. يعني تخيل انه هو التيار عباره عن شحنات متحركه او معجله، وتجي فوقها شحنات، بالتالي انه التيار اذا كان مثلا 10 امبير راح يصير مثلا 30 امبير، وبنفس الوقت انه سرعه التيار راح تزداد. اوكي. إذا وهي الإلكتروليتات التي ينتج عند ذوبانها محاليل عالية التوصيل. ليش؟ بسبب تفككها التام. بسبب تفككها التام. تعال هنا انا كاتب لك ملاحظة انه راح بعد ما يرجع. راح بعد ما رجع. المواد الإلكتروليتية راحت بعد ما رجعت. اوكي يعني انطت ايون موجب ايون سالب، هاي خلاص انتهت. الامثله عليها مثل حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الصوديوم ملح، هسه هذا اوفى. حامض الكبريتيك حامض قوي. هذا قوي وقوي. قلل الالكتروليتات القويه عند ذوبانها في الماء ينتج عنها محاليل عاليه توصيل الكهرباء. ليش؟ بسبب تفككها التام في محاليلها المائيه الى ايونات موجبه وسالبه. هسه فهمت. بعد ما فهمت اكو فد ملاحظات اريد انطيك اياها. انا بدي نبلش بشغلات ملاحظات، هذا كلش مهم التعريف ودائما نجي ملاحظات. شو يقول لي؟ ركز هنا صفحه 2 هاي صفحه 1 وصفحه 3. الحامض اول قواعد الحوامض اول قواعد القويه تتفكك بسهم واحد. يعني راح بعد ما رجع، يعني شوف يروح وبعد ما يرجع. مثلا انا عندي سياره او عندي في السياره راحت طلعت من احد المناطق ووصلت لمنطقة أخرى، لما توصل هاي المنطقة انفجرت لا سمح. يعني راحت بعد ما ترجع، يعني مستحيل، يعني صهرت طحين انمرقت يعني ما ترجع. هاي المواد الإلكتروليتية القوية نفس الشيء، سواء كانت حامض أو قواعد، يعني تروح وما ترجع تفكك بسهم واحد. بينما راح ندرس بالمحاضرة الرابعة هي المواد الإلكتروليتية الضعيفة، هي الحامض الضعيفة والقواعد الضعيفة، إنه تروح وترجع. مثل الماء بالضبط. ثواني 5 هاي. أوكي. هسه اول ملاحظه انه تتفكك وسهم واحد. التركيز الابتدائي للماده. هاي هسه شويه راح اوضحها اليك
يعني وهذا مربط الفرس ومربط موضوعنا. اذا فهمت هاي الملاحظه رقم 2 خلاص انت بس يبقى لك انه نحفظ هاي. بالثاني نحفظ هاي الايونات. هاي شوفها جاي اشرح لها بصفحه 3. هاي خلاص تخلص المحاضره، او ناخذ كمثال انه ندرب على ملاحظه رقم 2 وهاي خلاص. يعني محاضرتنا بسيطه، ما بيها حفظ ما بيها حفظ، بس اريدك تفهم. الحفظ انتهى هنا، وعندي هنا شوي حفظ بس. العفو. بس اللي بعد انه نسبة 60% 70% انه هو فهم. بقى من المحاضرة. اوكي. التركيز الابتدائي للمادة يساوي التركيز النهائي للايونات الموجبة والسالبة. للايونات الموجبة والسالبة. ركز وين التركيز الابتدائي للمادة. هاي شنو هاي؟ السي ار هذا حامض اي مادة الكتروليتيه عالية التوصيل الكهرباء او قوية التوصيل الكهرباء. ارجع اعيد الكلمة. هذا شنو؟ اتش سي ار. هاي ماده لها ايون. زين انا اسالك سؤال، شلون نتميز بين الماده والايون؟ انا ذكرتها بالمحاضره السابقه ان الماده ما تكون متعادله كهربائيه، اي ما فوقها شحنه، بينما الايون تكون فوقه او شحنه موجبه او سالبه، سواء واحد او اثنين حسب اعداد التاكسد. كل ماده لها عدد تاكسد خاص. هي مثل عملية التوازن. هنا موجب واحد سالب واحد راح يطلع صفر، بحيث الطرف الأيسر هذا يساوي، أو الطرف الأيمن العفو يساوي الطرف الأيسر. أوكي، يعني بحيث كلها تصير 100. تصير 100 شنو؟ كلها يصير متساوي صفر صفر بصفر. أوكي. هاي شحنة صفر وهاي شحنة صفر. ارجع. اوكي. التركيز مثل ما اتفقنا انه هاي ماده شلون عرفتها؟ ما فوقها شحنه. التركيز الابتدائي للماده هو نفسه التركيز النهائي للايونات الموجبه والسالبه. يعني هاي 0.5 هي نفس التركيز الابتدائي للايون الهيدروجين والايون الكلور. اوكي. يعني تركيز ال HCl هو نفس التركيز ال Cl السالب، الايون السالب. هاي تركيز الماده، وهذا تركيز الايون السالب، وهذا تركيز الايون الموجب، هذا سالب. بينما ال HCl المادة النهائي مالتها ايش قد؟ صفر. ليش؟ لأن تفككت بصورة تامة. ليش هي محاليل عالية التوصيل؟ بسبب تفككها بصورة تامة. احنا اخذناها بالتعريف، هم مديناها بالتعريف. اوكي. بسبب تفككها بصورة تامة هي صارت صفر. ليش؟ في سبيل انه يصير محلول عالي توصيل كهرباء، في سبيل انه يصير محلول عالي توصيل كهرباء. اوكي. صارت صفر لانها تفككت بصورة تامة، اي انطت كل شيء اللي تملكه او اللي عندها. انطت التراكيز للاتش سي ال والايون الموجب الهيدروجين. دائما الايون الموجب هو الهيدروجين. اذا تركيز الهيدروجين 0.5 وتركيز السي ال 0.5 يعني رأستين. يعني شوف، هذا تركيز الابتدائي كان صفر في بداية التفكك، من نهاية التفكك هاي صفرت وهاي اخذت التراكيز. شوف عملية عكسية، هاي بالبداية صفر، هاي بالنهاية صار صفر. هاي بالبداية 0.5 وهاي بالنهاية من 0.5. شوف هنا مش زين. ليش؟ انه اوكي تعال هاي من زين. انا كاتب لك زين ليش انه هذا صار صفر وهذا اخذ يعني الايونات الموجبه والسالبه اخذت تركيز الاتش سي ار. ليش؟ اكو يعني مثلا، وبعد اكو بيهم مثلا ما فاهمين. لان الماده في المتفاعلات الاتش سي ار او الحامض او الماده الالكتروليتيه عاليه التوصيل تفككت تفكك تام، يعني انطت كل شيء اللي عندها، وانطت للايونات كل ما تملك، وبقت هي صفر. هاي الملاحظه اكتبها. حاول انه تكتب وياي او تعتمد على ملزمه تسنين هاشم او تسوي لك دفتر. طبعا انا نسيت، المفروض احكي من المحاضره رقم واحد، بس ما دام بعد من بدايه الطريق انه سوي لي دفتر للملاحظات. يعني الملاحظات اللي اذكرها، لان انا هو الملاحظات راح اذكر خارج المنهج تساعدك. اوكي. هسه احنا عرفنا ليش هاي صارت صفر، لان تفكك تام وانطت كل شيء اللي تملك للايونات الموجبه والسالبه، فصارت صفر. ايش وقت تصير صفر؟ بالتركيز النهائي. اوكي. هسه راح نجي القسم الاول من خلينا نرجع. قلنا احنا راح ندرس المواد الالكتروليتيه عاليه، راح ناخذ الحامض قويه. باكر ان شاء الله راح ناخذ القواعد الضعيفه. هسه راح نجي نحفظ الحامضه القويه. هاي الحامضه القويه اذا ما تحفظها يعني الفصل الثالث ضاع منك. زين انا شلون احفظ هاي رموز صعبه؟ شوف هي بس هاي، وهاي عمليه العفو. نختار في اللون فاتح اصفر. اوكي. هسه اسوي له اضافه. اوكي. شوف هاي الصفحه فقط، بينما هذا تفكك هسه راح اعلمك عليه كل ما شلون تتفكك. هاي الحامض الهيدرو. هاي الحامضه القويه. اوكي. وهي حامض قوي لازم تحفظها، لان يعتمد عليها الفصل الاول الفصل الثالث بصوره تامه. يعتمد عليها ويعتمد على غيرها، يعني يعتمد على الحامض الضعيفه والحامض القواعد الضعيفه والقواعد القويه. هسه راح ناخذ الجزء الاول منهن. انا شوف راح احفظ لك اياها شوي شوي في سبيل انه ما يصير عليك هوسه، واقدر انا اعطيك اياها اربع تنسويه بنفس المحاضره بس تصير هوسه، بينما انا كل مجموعه محاضره راح تفهمن وما تنسى. اوكي. عندي هنا عباره بنكي كرك. اوكي. شخص عنده فاتح عقارات او عنده بنك دولي او مركزي او محلي. اوكي. شخص عنده بنك. اوكي. هذا البنك طق الافلاس. فايش قام يصيح الرجال؟ طلع بالشارع وقام يدق على راسه بنكي كرك. قام يصيح بنكي كرك. يعني شنو بنكي كرك؟ كرك يعني هي كلمه قديمه انه تعني انه فلس او صفر او من هذا المعنى. اوكي. يعني شيء يدل على الافلاس. شنو معنى؟ اوقف نسيته.
اوكي، شنو معنى اورنج؟ اورنج هي كلمة قديمة نفس الشيء. اوكي، هاي هنا كرك معناها فلس او فشي. اوكي، من هذا المعنى. بنكي كرك، طلع رجال يصيح، هذا الرجال خطية. هو بنك، يعني البنك الناس تدخل يم فلوس او هو ينطي عقارات للناس، فبالتالي طلع يصيح بنكي كرك، بنكي كرك، يعني بنكي فلس. اوكي، من خلال هاي العبارة نقدر نحفظ احنا الحوامض القوية. انا دائما اتذكر انه الحوامض القوية هي مجموعة بعبارة بنكي كرك، بنكي برك كرك روح يلا خلينا نحفظهن. شوفوا، هو كل حرف يدل على حامض قوي. شوفوا، كل الحوامض القوية او نسبة قليلة منها تبدي بالهايدرو، الهايدرو زادك زاد شو اسمه الهيدرو اللي هو الايون الموجب، والايون السالب واللي هو الكلمه الثانيه. اوكي اوكي، هي مثل ما نقول اسم مركب، مركب مكون من الهيدرو. اسم مركب، اسم مركب مكون من الهيدرو والكلمه الثانيه. اوكي اوكي. طيب كيكرك، شوف الباء بروميك. الهيدرو قلنا الهيدرو هي ثابته باغلب الكلمات ثابته. الهيدرو بروميك، الهيدرو بروميك بي ار. اول حرف شنو؟ الباء، يعني با بروميك، باء بروميك، الباء بروميك. النون، شوف هنا النتريك ما يحتاج الهيدرو. اوكي اوكي، بينما الهيدروكلوريك هنا نحتاج، هنا نحتاج، هنا ما نحتاج. اوكي. النون من كلمة بنكي، نتريك، نتريك ان او 3، يعني نو ثلاثة، نو ثلاثة. اتش نوت ثلاثة، نتريك. هنا هيدرو الاتش. بروميك، بروميك. يلا نجي على الثالث. هذا كاف، يعني كلوريك. هيدرو كلوريك، هيدرو كلوريك اتش سي ال، سي ال. الهيدرو اتش، اتش سي ال حامض قوي. هيدرو كلوريك، هيدرو كلوريك. يلا الياء هيدرو يوديك، هيدرو يوديك مو يوديك، يوديك. اوكي، يوديك، يوديك. يلا الفضة يوديك نفس الشيء. امشي انه تحفظها وتميزها عن غيرها، مو مهم انه اللفظ صحيح. اوكي اوكي، هيدرو يوديك. اوكي، هيدرو يوديك. اوكي، الهيدرو يوديك. اليود واليوديك اضيف له الياء والكاف، هنا نفس الشيء. كلور ييك. هنا بروم ميك، اضيف له، شوف البروم ماخذيها هنا هواي، والكلور واليود من الاول متوسط، بس اضيف لها الياء والكاف، الياء الكاف، الياء الكاف. اوكي قلبي. اوكي، يلا قلبي بس نوصل للكرك. الكاء بس خلينا نغير فد لون مميز. الكاف والراء من كلمة كرك، كرش الكاف والراء كروميك، كروميك، شو كرو ميك، كرو ميك، كرو دق الباقي كرو. اوكي، هذا استاذ عمر مره حفظت نعلم مسوي بطريقه حلوه، بس انه طريقته انه ما تحفظن هيك، مثلا تحفظن بس كتاب كرو برو هيك يعني. اوكي اوكي، مثل كلو. اوكي. الكاف الراء هو كروميك، يعني الكروميك اتش 2. ثنائي طبعا، هذا الثنائي البروتون. اوكي، يعني شنو الثنائي البروتون؟ يعني يحتوي على ذرتين هيدروجين. كرو. اوكي. اخر حرف اللي هو كبريتيك H2SO4. الكبريت SO4 شو اسمه، وذرتين هيدروجين، يعني صارت كبريتيك، كبريتيك. اوكي اوكي. هاي طبعا حفظنا الستة، ظل لنا اثنين. الاثنين اللي هي فوق، فوق فوق يعني على، فوق المغنيك وفوق الكلوريك. المغنيك هو اللي هو منو فور، منو فور، منو فور. فوق الكلوريك من كلو فور، كلو فور. هنا منو فور وهنا كلو فور، منو فور وكلو فور. اوكي اوكي، يعني هذين هسه اريدك توقف لي المحاضرة وتكتب لي اياهن. تكتب لي اياهن كلش لازم تكتب لي اياهن، وتكتب لي هاي الطريقة، او انت مثلا متعلم بطريقة احسن، ما صور انه اكو طريقة احسن لان انا كلهم مجربهن. وتحفظ لي يعني تكتب هيدرو بروميك، نتريك، الهيدروكلوريك، كروميك، كبريتيك. وفوق، فوق المغنيك منو، فوق الكلوريك. هنا دائما فور فور. اوكي، تحفظ لي يعني كتابة واسما وحرفا ومادة وكل شيء. هسه راح نروح، قبل ما ناخذ تنطين في الصفحة يا ابوي بالثواني هسه اجيكم. اعطينا هاي شو هنصورها. يلا تعال وياي، شو هنغير اللون، سلمنا بالاحمر. اوكي، شوف ناخذ اول ايون واللي هو الهيدرو كلوريك. اوكي، الهيدرو كلوريك مو صحيح لا، السي ال. هذا من اقول لك شلون اسوي له معادله تفكك. اول شيء الملاحظه الاولى احنا اخذناه يتفكك بسهم، والماده او الايون او العفو الحامض، او الماده الحامض القوي يتفكك بسهم واحد وينطي ايونات موجبه وسالبه. السي ال زائد سي ال سالب. هنا لقيت الهيدروجين، لقيت عدد ذراته واحد، اذا موجب واحد.
وعدد ذرات السي ال هنا سالب واحد، اذا سالب واحد، لان هذا في هذا راح يعطيني فوق البسط عدد التكست. اذا موجب سالب يساوي صفر، هنا موجب سالب يساوي صفر، اوكي؟ يعني اذا مجموع الشحن سالب واحد، موجب واحد راح يعطينا صفر، اي متعادل، اي متعادل، اوكي اوكي. خلينا نسوي لك معادلة تفكك كذا مرة ثانية. السي ال راح يتفكك بسهم واحد، يعطينا ايون الهيدروجين موجب والسي ال السالب، اوكي اوكي. هذا واحد، واثنين حامض الهيدرو يوديك، اوكي، يوديك الاتش اي، ايش راح تعطيني؟ يتفكك بسهم يعطيني الاتش الموجب زائد الاي السالب، اوكي. ثلاثة الحامض النتريك او البروميك اتش بي ار، راح يتفكك بسهم واحد يعطيني الاتش الموجب زائد البي ار السالب، الاتش الموجب زائد البي ار السالب. دائما الماده او الحامض القوي يتفكك بسهم واحد، ولما تتفكك تعطينا ايونات موجبه وسالب، تعطينا ايونات موجبه وسالب، مجموع شحنتها تساوي مجموع شحنه العفو، مجموع شحنتها تكون الايونات مجموع شحنتها تكون متساويه للحامض او شحنه الماده، اوكي. ايش قد هنا مجموع شحنتها؟ موجب واحد سالب واحد، ايش قد؟ صفر، وهنا صفر. ليش؟ مع حامض متعادل كهربائيا فما ينكتب فوقه في الشحنه، فهو صفر، اوكي اوكي. هذا أربعة، صفر هذا. هنا نجي على HNO3 هو النتريك، اوكي. ايش راح يعطيني؟ اتش موجب زائد NO3 سالب سالب. شوف هاي ثلاثة، هاي عدد ذرات الأكسجين، أوكي، عدد ذرات الأكسجين. يعني هذا المركب النتريك متكون من هيدروجين وآصرة، متكون من نيتروجين آصرة، ومتكون من ثلاث ذرات أكسجين، أوكي أوكي. فهو لما يجون يكتبونه HNO3 يعني ثلاث ذرات أكسجين. شوف يعني خلينا نعطيك هذا بالثواني، نعطيك ملاحظة تفيدك. شوف هذا الاكس، شوف الرقم اللي نكتب فوق هنا يسمونه عدد اكس، اللي نكتب هنا عدد مولات، اللي نكتب هنا عدد ذرات. ها راح تفيدك فصل خامس وسادس يمكن رابع، فاكتبها بملاحظة والزقها يعني بحايط، ازق اي فصل بكيفك بعد، اوكي، بحيث دائما نشوفها تتذكر. اوكي اوكي. نجي على الاتش ام ان او 4 يعني المنو اللي هو فوق المغنيك، مثل ما قلنا هاي الاربعه مال الاو يعني الاتش الموجب زائد ام ان او 4 سالب، اوكي اوكي. هسه راح خلصنا، لا ما خلصنا. اس فوق البروميك، العفو فوق الكلوريك، انت ما شغل بهاي التسميه الاولى، اخذ التسميه اللي هو فوق، اوكي، اللي هي تسميه الكتاب، هاي من نسيت. اتش سي ال او 4 تعطيني الاتش الموجب زائد سي ال او 4 سالب. مثل ما قلت لك انه هاي الاربع مال الاكسجين ما يصير انه اكتب عدد ذرات هي عدد مولات، فخطا يعني اكتب هنا الاربعه مثلا هاي مال الاكسجين فقط، لو مال المركب كله كان قلت لك اوكي بها مجال. هسه نجي على هاي، شوف هاي الستة، 1 2 3 4 5 6، هاي يسموها حوامض حادية البروتون. تكتب لي يم الجدول بعد ما كتبت انت اول ستة، تكتب لي حوامض قوية حادية البروتون. ليش حادية البروتون؟ شوف اكتب لي ملاحظة، البروتون يعني الهيدروجين او الاكسجين، اوكي، الهيدروجين او شو اسمه الهيدروكسيد، ال OH العفو. فاذا تعرف الهيدروكسيد، بس احنا عندنا حامض قوي ما عندنا قواعد، اوكي، باكر على القواعد ود الله كريم. في البروتون يعني ايون موجب، ايش يعني ايون موجب؟ يعني كل ايون موجب يعني بروتون. شوف يلا هذا قد، هذا احادي البروتون، هذا ثنائي البروتون، هذا ثلاثي البروتون، هذا رباعي البروتون، هذا خماسي البروتون، هذا سداسي البروتون. البروتون هو عدد ذرات الاكسجين، اوكي. هنجي نمسح الصفحة، كان مسح بالقلم. صور المحاضرة راح تطول أكثر من اللي أنا أريده، بس إن شاء الله ما خليها تطول، أوكي. مشكلة بوقت ما تقدر. هسه نجي على حامض الكروميك والكبريت. الكروميك H2 كرو 4 وال H2 SO4. بابا هنا شنو هذا؟ الثنائي. احنا ما عندنا ثلاثي، عندنا ثنائي وتوقف المنهج ثنائي، سهم واحد. شوف هنا ثنائي، شوف هاي عدد الذرات راح يصير عدد مولات، يعني شوف H2 موجب يعني شوف اثنين هنا، شوف هذا شو حتى كله صفر لان ما مكتوب. شوف هذه الاثنين راح تنضرب في عدد التأكسد هنا، يعني اثنين في واحد راح يصير اثنين، يعني هاي المجموعة اثنين، مو تكتب لي هنا اثنين، لا اثنين في اثنين راح يصير أربعة، فهاي خطأ. فهنا احنا نعرف شحنة الهيدروجين هو واحد، وعدد مولات اثنين، في عدد المولات في عدد التأكسد يساوي اثنين، المفروض اثنين لأن هو ثنائي.
زائد كرو 4. هنا ايش راح نكتب؟ راح نكتب سالب، بس مو سالب واحد، راح نكتب سالب اثنين. ليش؟ لان موجب اثنين وسالب اثنين يساوي صفر. فهمتني؟ هسه راح نفهم اكثر. الاتش 2 او راح يعطيني 2 اتش لان هاي عدد ذرات، زائد اس او 4. هنا مو اكتب لي موجب اثنين، اذا اكتب اثنين باثنين اربعة، فهنا انا راح اكتب سالب اثنين، وموجب اربعة راح يعطيني موجب اثنين، وهنا صفر. اذا هذا تفاعل غير متزن، اوكي، تفاعل غير مستقر. فانا ايش راح اكتب؟ اكتب 2 اتش موجب، يعني موجب واحد، واحد في اثنين اثنين، خلاص. اس او 4 اكتب سالب اثنين، اوكي اوكي، على مود شنو؟ توازن او تتوازن المعادله الكيميائيه. كمل. هسه عرفت انه شو وقت اكتب هنا موجب واحد وشو وقت موجب سالب. سالب واحد. شوف، اذا كان احد البروتون اكتب هنا موجب واحد وموجب اثنين. اذا كان ثنائي البروتون اكتب له هاي الملاحظه. اذا كان الحامض احادي البروتون مثل هذين السته، نكتب فوق الايونات موجب واحد وسالب واحد. رتب الملاحظه. واذا كان ثنائي البروتون مثل هذين الاثنين، نكتب هنا موجب اثنين. شوف هنا نكتب موجب واحد. ليش؟ يعني عدد ذرات عدد المولات اثنين، فراح تنضرب، فراح يصير الناتج موجب اثنين. وهنا راح نكتب سالب اثنين. ليش؟ هنا لان عدد المولات واحد، فواحد في سالب اثنين راح يعطيني سالب اثنين. اوكي اوكي. هاي الملاحظة الأساسية. هسه نجي على حساب تركيز الحامض القوي، تركيز أيون الحامض القوي. أوكي، شوف، مثل ما قلنا إنه هو الواي هذا، مثل على فرض إنه مجهول، هو نفس تركيز هذا إذا كان حديد البروتون مثلا الحامض الستة، هو نفس تركيز الاتش ونفس تركيز الواي الاكس العفو. أوكي أوكي. وإذا كان ثنائي البروتون الواي، شوف تركيز الاتش هو ضعف تركيز الواي. ليش؟ يعني الاتش هنا اثنين، يعني كل اتش هاي راح تاخذ واي. اوكي، يعني ايش راح يصير تركيز الاتش الموجب؟ راح يصير 2 واي. فهمتني؟ وتركيز الواي هو حاصل قسمة هاي الاثنين، راح تنزل بالمقام، وهذا اللي راح يصير بالوسط. يعني هاي واي المن ترجع للحامض، هاي تركيز الحامض. اوكي اوكي اوكي. يعني فهمت؟ ما بيشتغل قبل شوي، شرحت هواي. وهسه راح ناخذ مساعد كومم وراح نضبطها ان شاء الله. هاي الملاحظة. شوف هاي الملاحظة، يعني هو ملاحظة مختصرة هذا الكلام. إذا كان لدينا حامض قوي أحادي البروتون، مثل ما قلنا البروتون يعني اتش وحدة، هنا وحدة. إذا كان اثنين يعني 2 اتش، يعني مثلا 2 اتش اس او 4 راح يتفكك يعطيني 2 اتش موجب سالب اس او 4 سالب 2. ليش؟ 2 في 1 موجب 2 سالب 2 راح يعطيني صفر على مود تتعادل. إذا كان أحادي البروتون، فإن تركيز اتش هو نفس تركيز الحامض، أي تركيز الحامض مثل اتش سي ال هو نفس تركيز الأيون الموجب ونفس تركيز الأيون السالب. مثل ما قلنا يعني الاتش الاسيد، يعني الحامض معناها الاسيد تكتب فوقها معناها حامض، انه تركيز الاتش الموجب او السي ال السالب هو نفس تركيز المادة او الحامض. بينما اذا كان ثنائي البروتون، فان تركيز الاتش ضعف تركيز الحامض، لان كل اتشاية تاخذ واي. عندي اتشايات اثنين، فراح ياخذ 2 واي. فاذا تركيز الاتش هو ضعف تركيز الواي، بينما تركيز الحامض هو نصف تركيز الاتش. مثل ما فهمتوا يعني. هسه راح ناخذ الامثله اكثر. تعال. لا لا فوق. يلا ما تطول المحاضرة. احسب تركيز الايونات. شوف كل ايونات معناها موجب، ايون الموجب وايون السالب ال سي ال والهيدروجين. الهيدروجين في محلول 0.1 من الهيدروكلوريك. انا قبل الهيدروكلوريك حاول اتش سي ال. اكتب معادله اول خطوه بالحل. اسعف الحل هذا. اكتب معادله تفكك اس الموجب زائد سي ال سالب. اكتب هنا اثنين، لا ليش؟ لان هو هذا احادي. اوكي اوكي. ايش قد منطيني؟ في محلول 0.1 من حامض الكبريتي، يعني تركيز الحامض 0.1. اسوي فرضيه هنا، هذا ال 0.1 ايش قد راح يصير؟ راح يصير صفر. بينما هنا التركيز الابتدائي للايونات الموجبه والسالبه صفر. زين تركيز الهيدروجين مين راح اخذه؟ راح اخذه من ابوه، لقيت هو 0.1 0.1 HCl 0.1. زين زين هاي انتهى الحل. اي هو هذا انتهى الحل. زين هنا شنو؟ احادي البروتون. اذا تركيز الايون الموجب او ايون السالب هو نفس تركيز الحامض. ليش؟ لان احادي البروتون، يعني تركيز الاتش يساوي 0.1 مول، وتركيز السي ال يساوي 0.1 مول. وهذا يعني ان تركيز الايون الموجب او تركيز الايون السالب هو 0.1. هسه راح نروح ناخذ امثله اكثر واكثر. بس وقفوا لي. تعالوا يلا يلا خلينا نجي نحسب. يلا يلا اسرع اسرع ما تطول. شنو تركيز الهيدرو بروميك؟ انا حافظه اتش بي ار بروميك. يتفكك بسماحه تعطينا ايون موجب زائد ايون سالب. ليش ليش هنا موجب وهنا سالب؟ لان هنا شحنه صفر، هنا موجب واحد بسالب واحد يساوي صفر، بصفر وصفر متعادله كيميائي. هنا ليش ما كتبت اثنين؟ لان هو احادي البروتون. زين شو كنت اكتب اثنين هنا؟ لما يكون ثنائي البروتون، يعني هنا اكتب اثنين، المفروض اكون هنا اثنين. اوكي بس ما عندي. اوكي اوكي. شكل اذا علمت ان تركيز الحامض الهيدروبروميك هو 0.001 يعني 1%، يعني 0.01. اسوي له فرضيه. هنا التركيز الابتدائي هو هالقد 1%. ايش راح يكون التركيز النهائي؟ صفر. انطن كل اللي يملكه. اوكي اوكي.
هنا تركيز الابتدائي صفر بصفر لهاي المواد، تركيز النهائي 0.01 0.01. اذا جبت تركيز ايون الهيدروجين فيه، يعني اقول له تركيز الهيدروجين رايد فقط، وخاف يطلب تركيز البروم بي ار سالب، هو نفسه تركيز البي ار سالب، ويساوي 0.01 مر. اوكي، هذا واجب. يلا حل اياه. راح يلا وقف الفيديو حل، راح احل لك اياه. اس اتش اي والهيدرو يوديك ويردك الاتش الموجب زائد الاي السالب. ايش قد تركيزه؟ 0.0 لا 0.15 صفر راح يصير. ليش؟ لان راح ينطي كل اللي يملكه للايونات الموجب والسالب. هنا 0.115 0.15 يعني تركيز الاتش الموجب يساوي 0.115 مول. اوكي، هسه نجي على الثنائي البروتون. مثل ما قلت لك انه تركيز الايون هو ضعف تركيز الحامض. هنا تركيز الحامض رجيت 0.2 للايون، اذا 0.4. بس الايون الثنائي البروتون، بينما هذا احادي البروتون، هنا اكو اثنين عم يستضاف لا، اذا يبقى 0.2، يعني هذا سوى هذا، بس بينما هذا ضعف هذا. اوكي خلينا نمسح. اوكي اكتب لي هاي الملاحظه، خلينا نوقف الفيديو. هسه كتبت لك هاي الملاحظه وقفت لك الفيديو، على ما في السبيل ما يطول الفيديو عليه. ان تركيز الايون الثنائي البروتون مثل هذا، يعني هنا اثنين اكو، هذا حادي، هنا اكو واحد، هو ضعف تركيز الحامض. اذا هناك كان واحد فهذا راح يصير اثنين، اذا هناك كان 0.2 راح يصير 0.4، اذا هناك كان مثلا 0.5 راح يصير واحد. ليش؟ لانه 0.5 في 2، يعني هسه نشيل هاي المرتبه، يعني 2 في 5 10. نحسب عدد المراتب، يعني 1 0.0 فهاي تهمل. اوكي فهمتني؟ اوكي. يعني بينما هذا اذا احادي، هنا 0.1 هنا 1 هنا 1 هنا 0.2 هنا 0.2 هنا 0.5 هنا 0.5. اوكي. هاي مثل ما قلت لك جبت تركيز الاتش، هو ايش طالب؟ معطيني تركيز الهيدرو العفو الكبريتيك، وراي تركيز الايون الموجب. اذا هذا 0.2 راح يصير صفر. هذا لقيت هنا ثنائي، اذا راح اضرب 2، هذا اضربه في 2 اضربه بعدد المولات، يعني راح ينطيني 0.4. هنا واحد راح ينزل واحد. اوكي هسه راح نجي ناخذ امثله قويه، هي اخر صفحه نخلص المحاضره. اي بالضبط. يلا 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 اسرع 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 ما تطول. يلا اذا علمت ان تركيز حامض الكبريتيك هو 0.005 جد تركيز ايون الهيدرو. اوكي اكتب حامض الكبريتيك، هو ما ينطيك بالسؤال الوزاري، ينطيك هاي فقط، انت المفروض حافظه. هو كرك الكاف. اوكي اس او 4 يتفكك بسهم واحد، ايش راح ينطيني؟ 2 اتش موجب زائد اس او 4 سالب 2. ليش هنا سالب 2 وهنا موجب 1؟ اوكي اعيدها لك. هنا 2 في 1 سالب 2، هنا 2 في 1 يعني موجب 1 موجب 2 العفو، هنا سالب 2 عندي، فهي راح ينطيني صفر. بينما لو اكتب هنا 2 و2 راح يصير 4، بسالب 2 راح ينطيني موجب 2، وهنا صفر، اذا التفاعل غير متوازيين. فعرفت ليش اكتب هنا موجب 2؟ اكتب هنا، يعني هنا ما اكتب 2 1. اوكي هو شحنة الهيدروجين 1 1 1 ايون الهيدروجين، فهنا 2 في 1 2، هنا فراح نكتب سالب 2. انا وانت توازن. ايش قد تركيزه مال الحامض اول؟ ايش قد راح يصير؟ صفر. هنا ثنائي، اذا هذا راح اضربه في 2 على مود يعطيني تركيز هذا، اضرب هذا على مود يعطيني هذا، يعني 5 2 في 5 10. كم مرتبة؟ 1 2 1 2، يعني هذا صفر. احنا هم ليه؟ بينما هنا 1 راح اضرب هذا في 1، يعني راح ينزل نفسه. يعني وش رايد؟ تركيز الاتش الموجب، تركيز الاتش الموجب يساوي 0.1 مول، اي ضعف في الحامض الاصلي. اعطيك سؤال ثرائي، اعطيك سؤال ثرائي ونحله سويا. اذا علمت ان تركيز، اوكي هذا سؤال، اذا علمت ان تركيز الايون الموجب هو 0.1 جد تركيز الحامض، حامض الكبريتي. اوكي يلا حلي، اوقف الفيديو وحلي يا بطل. ها مالك شغل بيه، ها مالي سؤال القديم. انا ايش مطيتك؟ يلا نجي نحل. انطيتك تركيز الايون الموجب. اوكي وش رايد ايون الكبريتيك؟ اول شيء اسوي معادله تفكك الحامض الكبريتيك H2SO4، يعطيني 2H موجب طبعا SO4. هذا سؤال كلش قوي بالنسبه لك. بدايه فصل. ايش مطيني اني؟ هو رايد تركيز هذا، اذا انا افرض التركيز الابتدائي واي، وهنا ايش راح تكون صفر. بينما هنا صفر وهنا صفر. هو ايش مطيني؟ مطيني تركيز ال H2، هنا اكتب 0.1. زين نفسيا اضربه باثنين، يعني اكتب 0.2. لا ما ضربه. تدري ليش ما ضربه؟ انا اقول لك. لان هو ينطيني اياه جاهز مجهز، يعني التركيز هذا. اوكي انا هسه قبل شوي من حلينا اخذنا تركيز الحامض هو 0.5%، انه طلع لي 0.1. فحاول انه تستنتج الموضوع انه لما يعطيني تركيز ايون معين انه ما ضربه. اوكي هو يعطيني اياه جاهز. اوكي هسه هذا ما اكتب بيه اوفر. هسه وش يريد؟ يريد تركيز الحامض.
انا انطيتك ملاحظة انه اذا الثنائي البروتون تركيز الحامض، اوكي، يعني تركيز الحامض اللي هو الاسيد وش يساوي؟ هو تركيز الايون الموجب على عدد مولاته، ايش قد؟ على 2. يعني ايش قد راح يساوي؟ 0.1 على 2 ويساوي، يعني نعتبر انه نشيل هذا نسوي فيه 10 سالب 1 يعني نرفع أس 1 على 2 0.5، وعندي هنا مرتبة راح تصير مرتبتين. اوكي، فهذا تركيز الحامض. فهمت؟ يعني الاسد عرفت شلون طلعنا هو تركيز الحامض هو نفسه ويساوي واي التركيز الابتدائي للحامض. زين هنا ليش ما ضربنا لان هو يعطيني تركيز الايونات جاهزه وما صير اضربه. ايش وقت اضرب؟ لما يعطيني تركيز الواي او تركيز الحامض القوي او القاعده القويه. اضرب لما يكون ثنائي. شوي دخلت بس عاد كيفك. شوف شو وقت اضرب؟ لما يعطينا الحامض معلوم، يعني مثلا يعطينا بس أوكي. يعني يعطينا 0.05 فاضربه بعدد المولات راح يعطينا 0.1. اوكي. بينما اذا هو انطاني تركيز الاتش 0.1 اضربه باثنين؟ لا ما اضربه. بينما انا اريد هذا مثل ما قلت لك انه تفرض تكتب الاسيد او تكتب تركيز H2SO4 تكتب ام يعني معناها تركيز هو يساوي الاتش على عدد مولاته يساوي 1 على 2 هو 0.5 عندي هنا سالب 1 يعني مرتبة يطلع 5%. هاي المحاضرة كل اللي بيها هو هاي. يعني شوف عينا طلع اول واحد راح انشر سؤالين او 3 واجبات. اول واحد يحلهن او اول 3 راح اسوي لهم شهادة يعني تقديرية وانشرها على القناة باسمه. اوكي. يعني الشهادة كلش حلوة.